بتبدأ حفلة لورينسا، وفجأة بتلاقي الخادم بيجري عليها وبيبلغها بإن في مشكلة كبيرة حصلت، وبتتصدم جدا لما بتلاقي إن فستانها كله اتقطع، ومن كتر الصدمة والغضب بتكون مش لاقية أي كلام تقوله. وقال لها الخادم إن هو أكيد لص اللي اتسلل وعمل كده، بس هي بتفكر بإن إيروسا هي اللي عملت كده وإنها بتستهزأ بيها. وهنا بيظهر بيرلت وهو بره قاعة الاحتفال ورايح يتقابل مع حد، وبنلاقي إنها إيروسا وبتقوله بقالنا فترة طويلة ما تقابلناش. فبيسلم عليها بيرلت وبيمدح جمالها، وقال لها إن هو قطع الفستان زي ما هي ما طلبت منه. وكانت إيروسا سعيدة جدا، وقالت له إن أختي مش هتقدر تهزمني وإنها هتتخلص منها قريب. وقال لها بيرلت إن هو وافق على مساعدتها وإنها لازم تضع خطة للقضاء عليها. فقالت له بإن كل الأمور اتغيرت لأنها لاحظت إن أختها متغيرة، وأكدت له بإنها هتلاقي حل بديل قريب جدا لأنها فعلا بتكره أختها وبتكره جدها كمان. ولسه بيرلت كان هيقرب منها، بس بيسمعوا صوت ضجة داخل قصر الاحتفال، فبيدخلوا بسرعة علشان يعرفوا إيه اللي بيحصل. وبيتصدموا جدا هما الاتنين لما بيلاقوا لورينسا ظهرت في الحفلة وهي مرتدية فستانها كانت كلها ثقة بنفسها. فاتضايقت إيروسا جدا وسألت بيرلت إذا كان هو فعلا قطع الفستان، فأكد لها بإن هو قطعه بنفسه. أما لورينسا فمع كل خطوة ليها كانت ثقتها بنفسها بتزيد أكتر وأكتر، وقالت إنها حاليا غير الماضي، وإنها زمان كانت منطوية ومش بتفضل الاختلاط بالناس، لكن حاليا هي قادرة ترحب بالضيوف وتكلمهم بصوت عالي وواضح وكله ثقة. وشكرت النبلاء على حضورهم لحفلتها، واعتذرت لهم لأنها غيرت مكان الحفلة، لكنها اختارت مكان أكبر تقديرا ليهم. وشكرت جدها قدامهم وطلبت منهم إنهم يقبلوا هداياها، وبكده بتكون هي فعلا لفتت انتباه الحضور ليها. وكانت إيروسا بتشاهدها وهي متضايقة وبتتسائل باستغراب من إمتى ولورينسا بتحب الاختلاط بالناس وبتعمل كده. وأخدت بيرلت وخرجت لبره، وهنا بتشوفها لورينسا وبتفتكر بإنها توقعت إن إيروسا ممكن تعمل شيء يضايقها، فقررت بإنها هتفصل فستانين، واحد داخل القصر ويكون مرئي والتاني خارج القصر ويكون في السر. وقالت إنها فعلا اتصرفت زي ما هي متوقعت، وبالتالي هي ارتدت الفستان البديل. وهنا جدها بيقاطع أفكارها وقال لها إنها ألقت خطاب جيد، وعرضت هي عليه إن هو يرقص معاها. فبيستغرب هو إنها ما عندهاش شريك، وإن العادات بتقول إن في حفلة سن الرشد المفروض يكون عندها شريك. فافتكرت إنها بالفعل أرسلت دعوة لإيان، لكن الدعوة كانت متأخرة وموصلهاش منه أي رد. فجأة هما الاتنين بتصيبهم الصدمة لأن هما بيشوفوا قدامهم إيروسا وهي بتفتتح الرقص مع بيرلت، وكانت مفاجأة ليهم هما الاتنين. وكانت إيروسا بترقص مع بيرلت ومش مراعية لشعور أختها أبدا، وبيبدأ كل الحضور يتهمسوا بمدى جمال إيروسا. وقتها بتحس لورينسا بالضيق لأنها مهما عملت في أختها هي دايما اللي بتكون الأجمل وبتقدر تلفت الانتباه ليها وبتخطف قلوب الناس بجمالها. بس فجأة بيظهر إيان قدامهم، وبيتصدم بيرلت وإيروسا بوجوده في الحفلة، والحضور كمان كلهم بيتفاجئوا بظهوره. وبيروح هو ناحية لورينسا وبيعتذر لها عن تأخيره وطلب منها إنها ترقص معاه. وبنعرف إن لما الرسالة وصلت لإيان فضل هو يفكر في طريقة يضايق بيها لورينسا، وفي الآخر قرر إن هو هيروح للحفلة بس هيتعمد إن هو يظهر متأخر. وإن هو بالفعل لما وصل للحفلة بيتفاجئ هو كمان إن بيرلت بيرقص مع إيروسا. ولما بيشوف لورينسا من بعيد وكانت حزينة وكأنها تم التخلي عنها، فحس هو بالغضب علشانها وقرر إن هو هيساعدها علشان تسترد كرامتها. وبنرجع تاني لموقفه الحالي وهو بيطلب من لورينسا إنها ترقص معاه. وقتها بتتغير كل تعبيرات وجهها وبتوافق على الرقص معاه. ولما بيبدأوا يرقصوا بتكون لورينسا حاسة بالخجل لأن هو بيقرب منها جدا، وقال لها إن هو بيعمل كده علشان يحافظ على صورتهم قدام الناس. وسألها إذا كانت عاوزة تكون هي بطلة حفلة، فأكدت له بإنها فعلا عاوزة تكون هي البطلة. فرد عليها بإن بما إنها هتكون فرد من عيلته قريب جدا فهو هيخليها بطلة الحفلة. وبسرعة بيقرب منها، وبتكون هي مصدومة جدا من اللي هو عمله، وكان كل الحضور بيراقبوهم باستغراب. وكانت هي متضايقة منه جدا، بس لما بتبص لإيروسا وبتلاقيها متغاظة من اللي بيحصل فبتبدأ تجاري إيان، وبتعلن للحضور بإنها هي والدوق إيان هيتجوزوا قريب. فبيستغرب الناس لأن الدوق منتشر عنه بعض الإشاعات السيئة، وبيتسألوا هي إزاي توافق بالجواز منه بالرغم من الإشاعات السيئة دي. وبتكون لورينسا متفهمة لموقفهم ومش قادرة تنفي الإشاعات لأنها مش متأكدة من صحتها، وأكدت للحضور بأن علاقتهم كانت سرية. حتى جدها كمان كان مستغرب. وهنا بتأمر الخدم بتقديم الهدايا للضيوف اللي بيتفاجئوا بأن الهدايا فعلا قيمة والحفلة مختلفة عن أي حفلة حضروها قبل كده. وبعد شوية وقت بتبعت لورينسا عن إيان وبتطلب منه إن هو يستمتع بالحفلة بنفسه، وبتخرج هي للخارج.
وحاولت إنها تهدى وتاخد نفسها من كتر الأسئلة اللي اتسألتها هي وإيان عن طريقة مقابلتهم لبعض، وفكرت في إيروسا اللي اختفت هي وبيرلت، وبالرغم من إنها بتحاول تكون حذرة منها بس مش بتفتكر لها غير ذكرياتهم الحلوة مع بعض، بس بتفكر نفسها بإن أختها بتكرهها وإنها خانتها وإنها كانت مجرد لعبة في إيديهم هما الاتنين. فجأة بيظهر إيان وبيدفيها بالجاكيت، وهي مجرد ما شافته بدأت تضحك لأن هو كان بياكل حلوى. وسألها إيان إذا كانت شافت تعابير أختها وبيرلت لما شافوهم مع بعض، فاتفاجئت هي من سؤاله وقالت له إنها ما شافتهمش. وفكرت في إيان اللي بيهتم بيها، واتسألت إذا كان هو بيعمل كده بسبب العقد اللي بينهم. وسألته لورينسا إذا كان أعجب بأي فتاة في الحفلة، فبيتضايق هو من سؤالها وبيبدأ يكلمها بحدة، وسألها ليه بتتصرفي معايا بالطريقة دي مع إني بحاول إن أنا أنفذ الاتفاق اللي بينا. فاعتذرت له هي بسرعة وقالت له إنك لو بتعمل كده غصب عنك فممكن ننهي العقد اللي بينا. فبيقول لها إيان إنك فهمتيني غلط، وافتكر يوم ما اتفقوا على عقدهم مع بعض، وإن هو وقتها حس بإحساس غريب وكان إحساس جديد عليه من ناحيتها، وقال لها إن هو مش عاوز ينهي العقد وإن هو هيساعدها للنهاية، وطلب منها إنها تسمح له بإن هو يكون بجانبها وإن هما يكونوا أصدقاء. تاني يوم لورينسا فضلت تفكر في إيان بإنها استخدمته لتنفيذ خطتها، وإنها ما فكرتش أبدا في فكرة إن هما يكونوا أصدقاء. وبتروح لإيروسا لغرفتها اللي حبست نفسها وما ظهرتش من وقت الحفلة، وكانت إيروسا غضبانة وسألتها إزاي عرفتي تدوق إيان وهتعملي إيه مع بيرلت. فردت عليها لورينسا بإنها ملهاش أي علاقة ببيرلت وإنكم كنتم شركاء في الحفلة ولايقين جدا على بعض. وسألتها إذا كانوا بيعرفوا بعض قبل كده، فأنكرت إيروسا وقالت لها إن أول مرة تشوفه كانت لما زارهم في البيت، وأكدت لها ده بإنها مريضة ومش بتقدر تخرج من المنزل. ففكرت لورينسا بإنها لغاية آخر وقت هي بتكذب عليها ومش عاوزة تقول لها الحقيقة. ولسه لورينسا كانت هتخرج من غرفتها، بس إيروسا بتوقفها وبتفاجئها وبتطلب منها إنها تعرفها بالدوق إيان. فبتستغرب لورينسا طلبها جدا، لكن إيروسا بتقول لها إننا توأم ولازم نعرف عن بعض كل شيء. فجأة بيظهر قدامهم إيان وبيسألها عاوزة تقابلي مين، فحست لورينسا بالخوف واتسألت إيان بيعمل إيه هنا وإنها لازم تمنع إن الاتنين يتقابلوا مع بعض. بس بسرعة إيروسا بتقرب من إيان وبترحب بيه وبتعرفه بنفسها، ولورينسا بتفضل تبص لهم بخوف، وقالت لنفسها إن بيرلت مش مكفيها وهتسعى للحصول على إيان هو كمان، وإنها عاوزة تاخد مني كل شيء. بس بتتفاجئ بإن إيان بيتجاهل أختها وبيقول لها إن هو جه هنا لمقابلتها هي. وسألته إيروسا إذا كانوا هيتجوزوا فعلا، فأكد لها هو الكلام وإن هو فعلا بيحب لورينسا، وطبعا لورينسا كانت بتجري في الكلام كالعادة. وسألتهم إيروسا وهي بتتظاهر بالسعادة إزاي اتقابلتوا، وهنا بتشوف إيروسا الحلوى معاه وبتطلب منه إن هو يديها واحدة، بس هو بيحرجها وبيقول لها إن خطيبتي هي اللي لازم تسمح لي بإني أديكي واحدة، وبيستأذنها للمغادرة مع لورينسا لأن في بينهم كلام مهم هيقولوا لبعض. فبتتضايق منه إيروسا جدا. ولما مشوا مع بعض كانت لورينسا سعيدة وبتضحك لأن إيان أحرج أختها وما اتخدعش فيها هو كمان، وطلبت منه إن هو يوطي وبدأت تلمس شعره. فسألها إيان إذا كانت هي دي طريقتها في التعبير عن سعادتها مع كل الناس ولا معاه هو بس، فحست هي بالإحراج وبعدت عنه بسرعة، وشكرته لأنها حاسة بتحسن بفضله هو بالرغم من إنها اتفاجئت بوجوده. فقال لها بإن هو مروحش لبيته من وقت الحفلة لأن هو كان عاوز يشوفها مرة تانية، فحست هي بالإحراج أكتر. فضحك إيان وأكد لها بإنها فعلا لطيفة، فكلمته هي بجدية بإنها زي التاجر اللي بيدفع مال علشان يحافظ على مكانته، زي ما عملت في الحفلة واشترت قلوب النبلاء بالهدايا، وزي ما عملت معاه هو شخصيا، وإن هو أكيد بيعملها كده لأنها ساعدته وسددت ديونه. فحس هو بالضيق، فاتسألت إذا كانت هي قالت حاجة غلط، فضرب إيان على راسها وطلب منها إنها ما تفكرش كتير في المواقف اللي عدت وخلصت خلاص. وسألها إذا كانت تعتقد إنها لو طلبت من النبلاء التبرع فهل هيوافقوا، وأكد لها بإن هم هيرفضوا حتى لو شايفين الناس بتموت من الجوع قدامهم. وقال لها كمان إن هو بالرغم من إنه حصل على مساعدة مالية منها، بس هو مش حاسس أبدا بالسوء اتجاهها، بالعكس هو حاسس بإن إعجابه بيها بيزيد يوم بعد يوم. طبعا لورينسا اتصدمت جدا باعترافه ده، وفكرت بإنها مش شخص لطيف زي ما هو متوقع، لكنها كانت عاوزة تستغله لمصلحتها الشخصية، بس قررت بإنها مش هتقوله كده علشان ما يتخلاش عنها. ومدلها إيان إيده وطلب منها إن هما يساعدوا بعض دايما كشركاء، فوافقت هي على طلبه. وبعدها قالت له وهي بتمزح احذر مني لأني شخص غير متوقع. بعد كده اعتذر لها إيان لأن هو قصد يضايقها في السابق لأنها ما كانتش بترد على رسايله، وكان متوقع منها إنها بتعمل كده علشان تحط ما بينهم مسافة، بس هي طمنته بإنها مش متضايقة منه، فقال لها بإن هو دايما هيكتب لها رسايل وهيستنى منها الرد. وبعدها
استأذنها للمغادرة. بعد كده بتظهر لورينسا وهي بتعمل في المكتب وبتسأل الخادم عن جدها، فطمنها بإن هو بخير، وفكرت بإنها بالفعل عينت مرافق يلازم جدها باستمرار علشان تحميه وتحافظ على حياته. وبدأت تقارن المعلومات الخاصة بالمصاريف اللي اداها لها إيان بالمعلومات اللي وصلت لها من نقابة المعلومات، ولقت إن معلومات إيان أكتر دقة، وإن هو كتب لها كل التفاصيل الخاصة باستخدام المال. فقررت بإنها هتثق فيه هو بعد كده مهما كانت الإشاعات عنه سيئة، لأنها أكيد إشاعات غلط. واتسألت يا ترى ليه إيان مش بيقدم لها أي تفسير عن الإشاعات دي. وبعد طول تفكير بتقرر بإنها مش هتشغل بالها غير بهدفها الأساسي، واللي هو حماية عيلة أكتين مهما كان التمن. وهنا بتجيلها فكرة عبقرية وبتؤمر رئيس الخدم بتنفيذها. يا ترى إيه هي الفكرة دي؟ ده اللي هنعرفه في الجزء الجديد بإذن الله. يا رب الجزء يكون عجبكم، وأشوفكم قريب في فيديو جديد، وما تنسوش اللايك والاشتراك. سلام.